السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. فيديو جديد من فيديوهات الحكيم الاقتصادي، وفيديو الويك اند اللي هو بيبقى فيديو تعليمي. ناس كتير قوي بتبعت تسالني على نظريه ان انت ازاي بتعرف السهم الكويس، وازاي بتعرف ان ده سهم هيعمل طفرات سعريه، وازاي بتعرف ان السهم ده مغري للشراء. وانا شرحتها في اكتر من فيديو من الفيديوهات اللي انا بتكلم فيها، وان انا بطبق سياسه كده، حاجه اسمها السعر العادل او السعر المنطقي من وجهه نظري حتى على الاقل للسهم ده. هل هو سعره فعلا منطقي ولا سعره مش منطقي؟ زمان لما قلت من 3 سنين، زي ما قلت اكتر من مره، ان انا لما لقيت لما رجعت للبورصه تاني، انا كنت خلاص سايب البورصه ما بعملش بيها حاجه لغايه من 3 سنين كده، لما حسيت ان احنا هناخد خلاص ميجور اب ترند وهنتحرك بقى حركه حلوه. فرجعت بنظريه حاجه اسمها السعر المنطقي او السعر العادل للسهم. السعر المنطقي او السعر العادل للسهم ده ببساطه شديده هو ان ارباح الشركه دي كام. يعني اول حاجه هتبص على الارباح بتاعت الشركه اللي انت عايز تشتري فيها دي كام. تاني حاجه عدد الاسهم بتاعتها. تالت حاجه بعد كده مضاعف الربحيه، وكمان مضاعف العائد اللي هو قلنا عليه، اللي هو العائد على السهم، اللي هو هم بيوزعوا فعليا كام. يعني يا فرحتي بشركه عماله تعمل ارباح وما بتوزعش حاجه. طب بالسرعه كده، ليه شركه ساعات تعمل ارباح كبيره وما توزعش زي كيما مثلا؟ لانها عندها خسائر مرحله كتير جدا، فطبعا بتبقى محتاجه السيوله عشان تتوسع، وعشان تعمل مشاريع جديده، وكمان تسد كمان الخسائر المرحله اللي قبل كده. فده دايما تفسير ان واحد بص على اخر سنه ولا سنتين لقى شركه بتعمل ارباح كبيره جدا، مع ذلك ما بتوزعش ارباح، وبالعكس كمان ده عايزه سيوله، بتقول لك عايزه اعمل اكتتاب وعايزه فلوس. ليه؟ او قروض. ليه؟ لان الشركه دي ممكن لو دورت في تاريخها قبل كده هتلاقيها عامله خسائر مرحله. طب افرض عامله خسائر مرحله وعملت ارباح بعد كده كتير جدا وما بتوزعش، دي مش عارف ليه. زي مين بقى؟ جولدن تكس. جولدن تكس عماله تعمل ارباح كبيره جدا بقى لها اكتر من سنه. هي تقريبا عملت سنتين خسائر 19 و20، وبعد كده ما وزعتش حاجه. فعندها سيوله، ومع ذلك بتقول ان هي عايزه تقترض من وسام الرئيسي ما اعرفش مليون ونص دولار، وعايزه تبيع تصفي شركه وتاخد فلوسها. بس المشكله ان هي ما بتوزعش الفلوس على الناس. ده هنا ده اكسبشن، اللي هو شركه بتكسب ولكن مش بتوزع. فانا كمساهم على راي مستشار الخلوق يقول لك انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ شركه عماله تعمل ملايين وما بتدينيش حاجه، انا استفدت ايه؟ ولا حتى السبب بتاعها بيطلع، ده حاجه يعني ايه، غلب. ف دايما بتبص على ارباح الشركه، نصيب السهم من الارباح والتوزيعات بتاعتها ايه. في وقت من 3 سنين، حتى اللي هيسمع منكم المحاضره بتاعت اللي هي مبادئ واساسيات الاستثمار في البورصه، الجزء الاول والثاني، انا كنت ساعتها بتكلم بقى بالتفصيل على ابو قير وموبكو والاسهم دي ومصر الكيماويات والحاجات دي. يقول يا جماعه الاسهم دي مش ممكن، الاسهم مضروبه بالجزمه. يعني الدولار عمال يغلى، سلع حاجات بتتصدر بره الشركه بارباح مهوله، وفي طفره كبيره في الارباح كان سببها طبعا التعويمات اللي ورا بعض، والشركات اسعارها. ابو قير ده على فكره كان ب 18 جنيه. ابو قير طلع من 18 جنيه ل 107 طصه كده، يعني برضه خلال شهور يعني. وبعد كده طبعا نزل اتوكس لغايه حاجه و50. وموبكو طبعا جاب 800 وارقام عجيبه كده، وبعدين حصل الاندماج ده وقل سعره وما اعرفش ايه، برضه موبكو ده يعتبر متضاعف كذا مره. فموبكو وساعتها حتى مصر كمواد الفقري ده طالع برضه غايه 62 وشويه، وبعد كده طبعا اتوكس نزل 62، نزل 26، كانه شاف نفسه في المرايه. طيب الاسهم دي ساعتها كانت مضاعف ربحيه خطير. الاسهم عددها مش كبير، التداول الحر بتاعها مش كبير، فده سهم مغري جدا او قطاع مغري جدا. وكان الحركه في القطاع ده طبعا كان ساعتها ان الدولار، تعويم الجنيه قصاد الدولار. تاني حاجه كان ارتفاع اسعار الاسمده بشكل كبير في العالم كله. فده قطاع مغري لازم ترشق فيه. ساعتها كان معايا ابو قير وموبكو الاثنين ومصر كيماويات بقى، كان معايا 3 اسهم في الوقت ده. بعد كده بقى ليه لما انا شويه كده بقول ان قطاع البتروكيماويات نام؟ ليه؟ لان اسعار الاسمده بتنزل في العالم، الجنيه مستقر قصاد الدولار بقى له فتره كبيره. الصناديق الاجنبيه اللي كانت دخلت في موبكو وابو قير باعت شويه من حصصها ونايمه على الحصه الثانيه. فخلاص انا شايف ان هو خلاص بقى سهم. بعدين اشوف بقى مضاعف الربحيه بتاعه بقى كام. مضاعف الربحيه اللي احنا بنقسم ارباح الشركه السنويه على عدد الاسهم، ده نصيب السهم من الارباح. بعد كده اشوف هو بيوزع كام، واشوف السعر السوقي بتاعه، سعر السوق بتاع السهم، اقسمه على مضاعف الربحيه، اقسمه قصدي على سعر السهم السوقي، اقسمه على عدد الاسهم، يطلع لي نصيب السهم من الارباح. مضاعف الربحيه
هيكون ال السعر بتاع السهم السوقي على قيمة التوزيعات بتاعته اللي هي الكوبون أو المجاني. دي المجاني برضو بيبقى في الآخر فلوس، يعني لما يقول لك سهم مجاني أروح أبص على القيمة الاسمية بتاعت السهم أشوفها كام. لو هو قال لك سهم مجاني والسهم مثلا بجنيه يبقى هو كده كأنه وزع جنيه. ليه؟ لانها في الاخر، في الاول وفي الاخر هتترجم لفلوس. اذا ما كانتش فلوس هيديها لك، لا هو فلوس خدها منك واداك سهم عشان يستغلها في استغلالات تانية، اللي عشان يوفر السيوله، يعمل بيها مشاريع، يعمل بيها اللي هو عايزه. يبقى لما بنلاقي مضاعف الربحيه قليل وكمان ارباح عاليه وكمان التوزيعات عاليه وكمان القطاع ده داخل على طفره لاي سبب اقتصادي جيوسياسي اي حاجه، يبقى انا كده ده القطاع المغري، او ده هو اسمه القطاع بتاع السنه، هو ده فرس الرهان السنه دي، اللي هو زي ما قلنا من 3 سنين وفضل لسنه ونص تقريبا هو قطاع البتروكيماويات. بعد كده تحول الى قطاع الادويه، لان في طفره كبيره جدا في قطاع الادويه الحكوميه. ليه؟ لانها شركات زي ما بنقول مدفونه تحت التراب، عدد اسهمها قليل جدا، التداول الحر بتاعها قليل جدا. شوف كل دي شروط اهي من اللي احنا بننقيها. الارباح عاليه جدا وعدد الاسهم قليل، فمضاعف الربحيه مهم جدا. معظمها ملتزم او على طول بيوزع كوبونات، فيعتبر مغري. تلاقي مثلا شركه زي منفيس اللي هي طلعت، شوف طالعه من كام، ولغايه دلوقتي لسه مضاعف الربحيه بتاعه قليل، لغايه دلوقتي لسه مضاعف الربحيه بتاع قطاع الادويه كله بيلعب حوالين، بقى بدا يلعب حوالين مضاعف الربحيه بتاع السوق اللي هو من 10 ل 12. قبل كده كان مضاعفات ربحيه هبل، ما كانش فيها حتى قريبه للسوق. يعني كنت تلاقي سهم مثلا نصيب السهم الارباح 46 جنيه، والسهم اصلا ب 46 جنيه ولا ب 45 جنيه، فحاجه كانت جنان بصراحه. فده من الاسهم دايما اللي تشد عينك. شد عيني ساعتها قطاع الادويه، وكنت انا معجب جدا بمنفيس. ليه؟ لانها كانت انشطهم. انا عايز اقول لك العربيه واسكندريه والقاهره والنيل كان في ايام ممكن تعدي السهم ينفذ 1500 سهم ولا 500 سهم. منفيس هو كان اكثرهم نشاطا، غير ان منفيس كان اعلن عن اكتتاب واعلن برضو عن كوبون كويس، وكان الدنيا شغاله وزي الفل. لكن التانيين كانوا نايمين، حتى مع ان كانت الارباح بتاعتهم كويسه جدا، التوزيعات بتاعتهم كويسه جدا، والعائد على الكوبون كويس جدا، ولكن ما كانش فيه اراده للطلوع. خد بالك ان مهما توافرت شروط الطلوع في سهم لازم يكون فيه الاراده. السهم ده لازم يطلع، عايزينه يطلع. اصل مفيش سهم بيطلع يا جماعه من تلقاء نفسه. يعني السهم مش هياخد بعضه ويروح لامم الستوكس بتاعته كده، ولا يا جماعه انا طالع، حد طالع معايا؟ طب يا ابني ما هو مين اللي بيبيع ومين اللي بيشتري؟ لازم يكون في سيوله في السهم، لازم يكون في اسهم متداوله في السهم عشان الميكر يشقطها لنفسه وهو والرجاله بتوعه والسهم يطلع. ما هو لو سهم مش هيطلع هيروح فين؟ وده اللي يفسر ان في اسهم كتير مقوماتها كويسه وما بتطلعش. مصر كيماويات ما بيطلعش ليه؟ يعني انت ما تروحش تقول لي معلش انا قلت لك ما تخرجش من السهم الفلاني، ده السهم ده لسه قدامه كتير. تبص على مضاعف الربحيه بتاعه تلاقيه كام؟ تلاقيه مثلا 15. طب ما هو ليه كتير؟ ما انت عندك مثلا مصر كيماويات اهو هيوزع 4 جنيه وهو ب 32 جنيه و33 جنيه، يعني 8. يعني على الاقل عشان يوصل لمضاعف ربحيه 12 المفروض يكون سعره 50 جنيه. يبقى 3 يعني المفروض يطلع من 33 يطلع يسلم في ال 50 في ال 45 يا سيدي. يعني مش لازم حتى يجيب ال 50 عشان يعرف يعني عشان يبقى في المضاعف الربحيه المعقول. وبرده مصر الكيماويات من الشركات الحكوميه اللي التداول بتاعها مش كبير قوي، بس فيها صناديق كتير خانقاه. مع انها طلعت، بقول لكم قبل كده طلعه كويسه، ولكن يعني لسه ما فيش اراده الصعود. تعرف اراده الصعود دي امتى؟ لما تبص على سهم زي مصر الالومنيوم. مصر الالومنيوم ده كان مرمي ب 60 جنيه باين ولا بحاجه و50 جنيه، فجاه طق طلع 100 حاجه و90، وزع باين كوبون 6 جنيه. 6 جنيه على 96 جنيه ده مش كوبون حلو على فكره، كوبون كويس بس يعني كوبون ممتاز، ولكن طبعا مش مغري جدا انك تشتريه. ليه؟ لان السهم ب 90 بيوزع 6، يعني مضاعف ربحيه مثلا 14 او 15. فمش مغري قوي، في احسن منه. بس اشمعنى السهم ده بيطلع؟ هم اصحاب السهم خدوا قرار ان هو يطلع فطلعوه. مثال تاني فظيع، جولدن تكس، زي ما لسه مدين مثال ليها. جولدن تكس القيمه دفتريه 61 ولا 62 جنيه، السهم بيتداول ب 37 جنيه. جولدن تكس ده دخلته ب 15 او 16 جنيه، بعته 27 وما شفتوش تاني. ساعتها كنت داخل على اشاعه ان هو بنك مصر هتبيع حصتها فيه وما باعتش. طيب جولدن تكس قيمه دفتريه كبيره جدا، نصيب السهم من الارباح كبير جدا، بس الشركه ما بتوزعش. طيب افرض الشركه دي الرجاله مجلس الاداره اجتمع في كافيه كده وقالوا يلا يا جماعه احنا عايزين السهم ده يبقى ب 200 جنيه، يلا من بكره قول ان احنا هنوزع مجاني من الارباح المرحله. يلا مجلس اداره، يلا يا جماعه احنا عندنا ارباح مرحله كويس، يلا نوزع اسهم.
يلا ادي اول خطوه. تاني خطوه يلا بقى بينا نزود شويه التداول على السهم، نروح واحد كده. طبعا لو مفيش لو مفيش في السوق اسهم كتير بتلاقي دايما مجلس اداره بيسرسب. عشان كده لما تلاقي مجلس اداره دايما بيسرسب والسعر مزنوق في حته كده، اعرف ان السهم ده 90% هيعمل قيمه طلوع، 10% هينزل، بس 90% ان الكميات اللي بتتباع لو كميات كبيره في حد بيستلمها، والحد اللي بيستلمها دي هيعمل بيها جيمه. اللي ما نعمل بيها يعني هيروح يحطها في المطبخ هيعمل بيها جيم. زي مثلا مين؟ زي يونيفرسال مثلا لما نزل بدا مجلس الاداره عمال يبيع في نقطه كده اللي هي عند ال 80 81، عمال يبيع يبيع يبيع. اكيد في حد بيستلم الكميات دي، ما تلاقيش ملايين الملايين دي وناس عاديه بتشتريها، فواحد بيجمع وبعد كده هيبدا يطلع. هيبكو عمال برضو يبيع كميات كبيره بين 4 ونص 4 و5 جنيه و20 قرش، عمال يبيع يبيع يبيع. قبل كده كان مين اللي بيعمل كده؟ ديجيتايز، عمال يبيع 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 في حته كده ضيقه وبعد كده السهم طق طاير. هيبكو برضو انا متوقع كده. وكمان انت مثلا بس دايما يعني ايه، انا طبعا مش عارف ارتب لكم الكلام 1 2 3 قوي، لكن كلها حاجات انت ممكن تدونها في ورقه كده. دي انت مثلا قفشت حركه زي حركه تعاملات مجلس الاداره، ولقيت ان في سهم عمال بقاله كتير قوي معرض في حته ضيقه قوي، وفي بيع كبير من مجلس الاداره ومفيش شراء من الناحيه الثانيه، يعني مش نقل ملكيه، في حد بيشتري. الحد ده مين؟ حد من بره مجلس الاداره عشان تعاملاته ما تبقاش باينه، فهو اشترى كميه واشتراها في حته عرضيه صغيره. ده عامل يقول لك ممكن جيم يحصل هنا. ايه العامل التاني اللي يديك امان اكتر؟ ايوه روح اشتري في السهم ده. ايه العامل الامان التاني؟ ان السهم نفسه يكون كويس، عامل شركه بتكسب، شركه بتكسب كويس، مضاعف ربحيه كويس، بتوزع توزيعات كويس. كل الحاجات دي مثلا متوفره فعلا دلوقتي في هيبكو. ليه هيوزع؟ قلنا 9 اسهم لكل 10، يعني هيوزع بقيمه جنيه، يعني هيوزع تقريبا 90 قرش، السهم ب 5 جنيه، يعني تقريبا المضاعف ربحيه 5، قليل جدا. الشركه بتكسب والشركه كمان عامله نمو في الربحيه عن السنه اللي فاتت، فكل المقومات حلوه، والسهم معرض بقاله كتير جدا في منطقه ضيقه، وكمان المجلس الاداره عمال يبيع فيها. طيب لقيت مجلس الاداره بيشتري في سهم برضه، يعني بتبقى بنسبه كبيره جدا برضه. يعني المشكله ان الشراء مش زي البيع. البيع لما انا ابيع، لما مجلس الاداره يبيع والسهم يطلع، ده الهيئه مش تقول لك حاجه، تقول لك انت بعت والسهم طلع ده انت حمار، ماشي، مش خايفين منك. لكن طبعا خد بالك ان الحاجات دي كلها بتبقى تحت الترابيزه، ويبقى واخد فلوس زياده عن السهم. يعني السهم على الشاشه ب 4 جنيه واخد في السهم 10 جنيه مثلا، من بره طبعا واخد بقيتهم بره. طيب لو واحد بيشتري، لا لو انت اشتريت والسهم طلع، لا الرقابه تقول لك ايه ده؟ وانت كان عندك معلومات جوهريه انت خفيها ولا ايه؟ انت عندك معلومات جوهريه، انت هتعمل حاجه وكنت عامل تربح وما اعرفش ايه، فيبدا يبص عليك يقول لك لا انت شكلك بتتلاعب بالسهم، فيروح ملسوعك. فهنا لا، هنا لما تلاقي ناس بتشتري، مجلس اداره بيشتري كتير في سهم، يعني طبعا ممكن يكون في جيم صعود وكل حاجه، ولكن اقل شويه من موضوع البيع، لان ده حتى مع السنين كلها اللي فاتت ده دايما اللي كان بيحصل. وحتى زي ما بقول لك منطقيا، انت لو اشتريت والسهم طلع العيون هتبقى حواليك، اما لو بعت والسهم طلع يقول لك ملناش دعوه، هو كده كده باع رخيص. الحاجه فبس فهو دي بعض العوامل كده اللي بتشاور لك ان السهم ده كويس او السهم ده يستاهل. طب ايه القطاع اللي مضروب بالجزمه على غرار قطاع الكيماويات من 3 سنين، وعلى غرار قطاع الادويه الحكوميه من 2 سنين؟ دلوقتي بقاله سنه عامل ارباح قياسيه، توزيعات قياسيه، معدلات ربحيه او مضاعف ربحيه في الارض، وتوزيعات كبيره جدا بالنسبه لسعر السهم، والاسهم دي كلها مش في مكانها، وهيحصل لها طفره، هيحصل لها طفره. بس مشكلتها ان عدد اسهمها كبير شويه، فيها طبعا عشان نشاطها كمان فيها العين عليها شويه، وهي اسهم البنوك. اسهم البنوك المضاعف الربحيه بتاعها مش ممكن، يعني 4 3. ابو ظبي الاسلامي مش عارف موزع سهم وكام وفلوس، اللي موزع اسهم مجانيه التعمير والاسكان، اللي موزع اسهم وفلوس، واللي موزع كوبون كبير جدا. فكل او معظم اسهم قطاع البنوك مضاعف ربحيه منخفض جدا. فبرضو الاسهم دي عملت هي طفره بس مش قويه قوي، ولكن هتعمل طفره كبيره جدا، بس الله اعلم امتى. ليه؟ لان زي ما قلنا دايما في حاجه اسمها اراده الصعود. هو الراجل ده عايز يعلى بالسهم امتى؟ الناس بتوع السهم دول عايزين يعلوا بالسهم امتى؟ القطاع ده هيطلع امتى؟ وهكذا. عشان كده دايما بحب دايما القطاع الحكومي. ليه؟ لان القطاع الحكومي بيطلعوا شله مع بعض،
يعني النيل والقاهره ومش عارف ايه هم طلعوا مع بعض كلهم، البتروكيماويات يلا طلعوا مع بعضهم، مع كلهم مع بعض، لان ده دايما بيبقى متاثر زي ما قلنا بخبر جوهري ياثر على القطاع كله او ارباح جماعيه للقطاع كله. ولكن طبعا البنوك هيطلع منها الخاص والعام لانهم طبعا مشتركين في كل العوامل ومشتركين كمان في قوه الاسهم والتوزيعات بتاعتها. عارفين انتوا اللي هو نظريه الفشل ليه قال ملوش اب والنجاح له الف اب، هو بالظبط. هتلاقي بقى الناس كلها يقول لك ده زي النيل للادويه يا جماعه، النيل للادويه ما كانش بينفذ وكانت الناس بتضحك عليه، والله العظيم انا اول مره قلت التوصيه الناس ضحكت عليا. ف يعني هو ده ايه يا عم السهم ده، هو ده مين سهم بينفذ يا مصرفاتي، ده انت داخل تصرف علينا سهم، انا داخل اصرف النيل للادويه يعني مش ممكن. ف فبعد كده السهم هوبا يلا طلع وضاعف و100%، وتلاقي ناس يقول لك ده لسه مكمل 200%، ده لسه مكمل 300%، ده عامل ارباح كبيره يا جدع. قال لا طب وبعدين يا سيدي، ما هو ما كان مرمي قدامك يا حبيبي، ما دخلتوش ليه؟ فالاسهم دي اللي هي المفروض يكون معاك منها سهم او اتنين في المحفظه 40 50% كده شايلين لك المحفظه، يحصل فيهم طفره تلاقي المحفظه اتنقلت في حته تانية واتروقت كده واعصابك ارتاحت، وتلاقي السهم اصلا بيتداول بعيد جدا عن سهم الشراء، سعر الشراء اللي انت شاري فيه، وتبقى مستريح حتى لو خسرت من المكسب شويه ما بتبقاش زهقان ولا متوتر زي ما تكون اسهمك بقى طبعا زي الناس العظيمه اللي حاطه واحد حاطط محفظته كلها في بريميوم هيلث كير، ولا واحد حاطط محفظته كلها في فيتنس برايم، ولا واحد حاطط محفظته كلها في الخارجيه. الحاجات دي يا جماعه والله انا لو الحاج فيتنس برايم بنفسه جه قعد معايا وقال لي والله يا دكتور محمد احنا هنعمل بالسهم ده 500%، اقول له ماشي يا حاج شكرا جزيلا، هروح اشتري مثلا يعني عشان وثقت فيه وحبيت الحاج فتنس اشتري فيه مثلا ب 20%، بدل ما كنت اشتري 10 اشتري 20 اشتري 25 بقى لو الحاج فتنس ده حبيبي. لكن يعني مهما انت حلفت لي انا السهم يا حبيبي عنده مقومات الانهيار والنزول اكتر بكتير جدا من مقومات الصعود. اروح اشتري يعني واحد قال لي ما اعرفش على شركه اسمها جراند او حاجه كده، بصيت على الشركه بتخسر بقى 3 4 سنين، مش عارف والله جراند ولا حاجه تانية شبهها، بتخسر بقى 3 4 سنين. طيب السهم ده مثلا مش عارف انا ما اعرفش السهم هو ايه بالظبط، لكن سهم مثلا بقى الشركه بتخسر ومضاعف ربحها بالسالب، والشركه متكسعمه على عينيها وعلى زفت الطين ده سبيد ميديكال، عليه قضايا وعليه احكام وشركه مش سالكه ومجلس اداره عليه مشكله، يقول لك خش ده السهم ده يعني ده حلاوه، ده هيعمل شغل ابن لذينه. فطب يا حبيبي ده ممكن السهم ده بكره تاني يوم يبقى بقرش عادي جدا، عادي ما فيهوش اي مشكله، السهم كل مقومات الفشل فيه، انا بس اللي حاسس ان هو حلو، مش عارف حاسس حلو ليه. زي الاهرام للطباعه مثلا، الشركه الخسائر بتاعتها من على مدى 10 سنين فاتوا ما كسبتش غير سنه ولا اتنين، الخسائر المرحله قربت تبلع قيمه الشركه نفسها باصولها، يعني القيمه بتاعت اخر تقييم 192 مليون جنيه، الخسائر قربت على 160 مليون جنيه، قربوا يتعادلوا. يعني انت الشركه دي لو صفت بكره يقول لك ازيك انت معاك كام مليون سهم، والله شكرا جزيلا اشرب بيهم بيبس، يعني اشرب بيهم عصير قصب، هو ده اللي فاضل لك عندنا. فيعني يكون في مخ، جيمه وطلوعه والدنيا حلوه وكل حاجه بس بالعقل. مفيش حد بيحط فلوسه في كلها في اسهم يا جماعه مضاربات، مفيش حد كله بيدخل فلوسه كلها في سهم مضاعف الربحيه بتاعه 40 و50 ولا حتى بالسالب، يعني بالسالب يعني الشركه بتخسر وتخسر منها كذا سنه، حتى مش احداث استثنائيه ولا حاجه، وانت داخل رايح فيها تحط فلوسك، يعني والله العظيم بالظبط انسى الموضوع ده خالص، وتعالى كأن انا جيت قعدتك على القهوه قلت لك ازيك يا ابراهيم تعالى نعمل مشروع، تعالى نعمل مشروع ايه، هنشتري النخل ده هنشتريه ولما يطلع بلح نبقى نبيعه. انت حسيت ان انا اهبل صح، وانت اهبل لو دفعت لي فلوس، ولكن انت في البورصه بالظبط كده، ده انا بقى مش نخل قايم على الارض، لا ده مفيش نخل، اقول لك شايف الصحراء دي احنا هنعمل فيها ان شاء الله نجيب نخل من السعوديه بيطلع بلح حلو، وبعد كده ما يطلع بلح نبقى نبيع ونكسب ونبيع ونكسب. يا دكتور عايز كام عشان المشروع ده؟ يا ابني هات 2 مليون جنيه كده بس عشان ايه يعني نجيب النخل. فانت قلت لي والله خد ال 2 مليون جنيه ولا وانت كده بالظبط وانت بتشتري السهم وانت ولا عارف ده ايه ولا ليه ولا اشتريته امتى ولا هبيعه امتى ولا ايه الاخبار اللي جايه ولا ايه الاخبار اللي راحت. انا عشان حد من الناس اللي بتزعل مني عشان تقول لي بص على سهم كذا وانا ما ببصش، والله العظيم يا جماعه الموضوع صعب. انا بجيب السهم وافضل اقرا اخباره كلها لمده سنتين ثلاثه، قوائم ماليه لمده 5 سنين ولقيت فيها مشكله ممكن اراجع لغايه 10 سنين، السهم ده رايح فين وجاي منين. تقرا كل كمان الاخبار المتعلقه بالسهم، في اخبار معلنه وفي اخبار غير معلنه كانت تبقاش عارفها، فالموضوع بيبقى صعب. فانا انت تقول لي مش انا يعني انا ما عنديش الملكه دي ان انا مثلا اعمل لايف وانت في وسط اللايف كده تقول لي بص لي على سهم كذا، اروح بص ماشي ايوه لا طالع لا ده لا ما انا
انا ما بعرفش حل الفني ولا انا بس بشوف الاتجاه العام، بس ساعات فيبوناتشي على نسب صغيره جدا عشان اعرف بس النسب ممكن يفرمل فين وممكن يرد منين. لكن غير كده ولا بقى تقول لي فريم الربع ساعه والخمس دقايق والعشرة، انا فاضي يابا. انا دي شغلتي كده بقى. انا محلل فني بقى، قاعد على النت، قاعد بشتري وابيع كل يوم 20 مره. انا بقى عايز اشتري بقى. ده انا حتى دلوقتي يا جماعه انا اصلا دي مش دي طبيعتي، انا بشتري واصلا بنام يعني. بروح تعبان شويه احضر القطاع، احضر الاسهم، النسب بتاعتي 1 2 3 4، عندي 10% سيوله وبس كده وخلاص، جبرت على كده. لما يحصل ممكن في اخر كل يوم ابقى ابص كده هو البورصه عملت ايه النهارده، مين راح فين ومين جه منين. ولا ببيع ولا بشتري، ببيع عند مستهدف في الاخر، او طول ما الدنيا حلوه والمناخ الاقتصادي كويس مفيش كوارث، كلنا اب ترند، ميجور اب ترند للبورصه، احداث اقتصاديه كويسه، الاقتصاد كويس، مفيش كوارث، مفيش بتنجان، يلا خليني في السوق لغايه ما اخلص. وكل يوم هاي جديد. هو ده السهم المحترم. زي ما الاسهم اللي انا بحبها جدا 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 وفرقت معايا جدا، ده وليها محاصيل فظيع. وطبعا الحمد لله كان في المحفظه الذهبيه اللي كان فيها منفيس ومصر الكيماويات وكان فيها الدولية محاصيل. ما شاء الله سهم رهيب. كل يوم كل شهر تبص تلاقيه اغلى من قبله. توزيعات، كوبونات، اكتتابات، بص الناس بتوعه محترمين. ده الميكر المحترم، بعكس الميكر ابن الجزمه زي بتاع مين، بريم هيلث كير وفتنس بريم. ده الميكر ابن الجزمه اللي هو كل مره يخسرك، يعني ما يكسبكش غير اكسبشنال. يعني لو انت ماشي معاه وسايب ايديك كده تخسر، لازم تكون مصحصح له ومفتح له وتبيع وتشتري. لا ده سهم متعب. لكن الدولية محاصيل جميل، كل يوم هاي جديد، كل شهر تلاقي المحفظه بتاعتك بتزيد. ليه؟ الدولية محاصيل عمل شغل. آه في طبعا اسهم بقى مقاومتها حلوه وبتوزع توزيعات حلوه بس ما بتطلعش، زي مثلا الاسهم اللي عددها كبير، مصر الجديده، مدينه نصر، زهراء المعادي، القطاع العقاري من الجزمه ده كله. بس برضو مع تجميع طويل، لو السهم كويس، بنية تحتية كويسة، أرباح كويسة، أخبار كويسة، مشاريع كويسة، زيادة في الأرباح، اعرف إن هو هيتحرك. طلعت مصطفى يا جماعة كان ب7 جنيه و9 جنيه، بقى ب90 جنيه و80 جنيه 10 مرات، وما شاء الله عملهم في أيام. وأنا عمري ما اشتريت السهم ده ولا عمري هشتريه. ما بحبش الاسهم العاليه، عمري ما اشتري اوراسكوم. الاوراسكوم الوحيد اللي اشتريته كان اوراسكوم من كونستراكشن لما كان ب 100 جنيه، وبرده كان سعره غير منطقي، كان هو ده سبب التوصيه. اوراسكوم سعره غير منطقي يا جماعه، عامل ارباح توزيعات اقل بكتير جدا من ثمنه، كان ساعتها ب 100 وشويه، وطلع عمل 100% برده في شهرين 3 حاجه كده. فدي النظريه. اللي ما فهمش حاجه منها يقول لي في الكومنتس، وان شاء الله ارد عليكم. برضو هنعمل بوست تاني اللي هو هعمل بوست كده اللي هو اسهم الويك اند، حد برضو يقولوا لي على الاسهم، وبرضو ممكن انقي 5 كده ابص عليهم. من الاسهم اللي انا ببص عليها برضو عشان ما تقولش حد بيتجاهل الاسهم اللي عددها قليل، شركه بتكسب، مضاعف ربحيه كويس، دي الاسهم اللي ببص عليها. نحاول نشوف كده هل هي فعلا مقاوماتها حقيقيه، وهل هي فعلا مرشحه للصعود ولا لا. ويا رب تكونوا استفدتوا، ودعواتكم دايما، ولو لسه ما اشتركتش اشترك. باي باي.